السلام عليكم ومرحبا والف مرحبا بكل متتبعي قناة شهوات فاطمة. مرحبا ايضا بالمشاهدين الجدد. وصفة اليوم ان شاء الله غتكون عبارة عن تورته او كيكة بكريمة الحامض، كتجي لذيذة في المذاق بمكونات اقتصادية. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. فدابا بسم الله على بركة الله. بالنسبة لمكونات الكيك جينواز فعندي ليها خنيشة من سكر منسم بالفانيليا ما يعادل 7.5 غرام، قبصة صغيرة من الملح، 200 غرام من الدقيق الأبيض المخصص للحلويات أي دقيق الفورص، و200 غرام من السكر الخشن أي سكر سنيدة. عندي أيضا 5 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. لنجاح أي كيك جينواز ضروري البيض تكونوا جابدينه من الثلاجة على تيساع تقريبا ليله كامله باش هكذا تجي معكم الجينواز ناجحه. فانا كناخذ ال5 بيضات كنضيف عليهم قبيصه من الملح وسكر فانيليا وايضا السكر الخشن اي سكر سنيده، وبالاستعانه بالطراب الكهربائي كنحاول نطرب هاد المكونات مع بعضياتهم جيدا قرابه 5 دقائق تقريبا حتى كيطلع لنا الخليط ديال البيض وكيصبح اللون ديالو شبه ابيض. هنايا كتعرفوا بانكم خصكم تكتفيوا من التطريب، وهكذا كيصبح عندكم الخليط ناجح. ضروري ما تطلعوا البيض مزيان في الكيك جينواز حتى كيصبح على هذا الشكل اللي كتلاحظوا معايا. فصافي دابا من بعد ما كيطرب وكيصبح اللون ديالو كيف ما كتلاحظوا معايا غادي للبياض يعني شبه ابيض، كتكتفيو وكتضيفوا كتضيفوا الدقيق الابيض المخصص للحلويات قرابه 200 غرام تماما، 200 غرام كامله. من طبيعه الحال من بعد ما كتكونوا غربلتوها، وإلا عاودتوا غربلتوها ملي كتبغيو تاني تضيفوا على الخليط يكون احسن. هنا بالاستعانه بالفوي اولا بسباتول كتحاولوا يعني ملي كتاخذوا هذا الفوي كتاخذوها من الفوق وكتبقاو غاديين في نفس الاتجاه للاسفل وكتطلعوا للاعلى، ونفس الشيء كتعاودوا كتكرروه حتى كيدخلنا داك الدقيق في الخليط ديال البيض وكيصبح عندنا القوام ديال الكيك جينواز على هذا الشكل خالي من اي تكتلات او حبيبات ديال الدقيق. فهنايا عندي مول اللي كيتحل من الجنب كيف ما كتلاحظوا معايا، القطر ديالو كيساوي 24 سنتيم تقريبا. فانا هنا قستها معكم كيف ما كتلاحظوا بالمسطره باش هكذا تشوفوا القطر ديالها جيدا. بالنسبه للبنات اللي كيبغيو القياس ديال المول فهو واضح لكم. كنكون فرشت واحد الورق ديال الزبده يعني في القاع ديال المول، ودهنت من الجوانب بالقليل من الزبده وغبرت المول بالدقيق. هنا مباشره كنوضع عليه الخليط ديال الكيك جينواز على هذا الشكل، كنرفع اليد للاعلى وكنصب كل الخليط. في هذا الاثناء انا شاعله على الفرن يعني كيسخن من الفوق ومن التحت. عندي فرن غازي كنشعلو يعني ملي كنبدا كنحضر في الخليط ديال الجينواز كنشعل على الفرن كيسخن جيدا من الفوق ومن التحت. اون فوا انا كنتهي من تحضير الكيك كنفتح على الباب ديال الفران كنخليه واحد قرابه دقيقه باش هكذا كتخرج لنا ديك الحراره اللي تكونت يعني بشده في الفرن باش كياخذ لنا درجه حراره كتكون تقريبا بحال ديال المطبخ، باش ملي كندخلوا الكيك ما كيصطدمش لنا بواحد الحراره كتكون مرتفعه بزاف. كنخليه مشعل فقط من الاسفل ومن الفوق كنطفي عليه وكنخلي الجينواز طيب. في هذا الاثناء راني غندوز باش نحضر كريمه الحامض. عندي ليها ملعقه صغيره من نشا الذره المايزينا وقرابه ملعقه كبيره من الزبده ما يعادل 50 غرام. وهنا عندي القشور ديال الحامض من بعد ما حكيتهم، حامض الليمون، بيضتان، كأس إلا ربع من السكر الخشن ما يعادل 100 غرام، وعصير 2 ليمونات يعني 2 حامضات عصرتهم. فهذا هو المكونات اللي غنحتاج. بالنسبه كمرحله اوليه شنو غندير؟ غادي ناخذ هذاك العصير ديال 2 حامضات وغادي نضيف عليهم دوك القشور ديال حامضه وحده المحكوكه، ومباشره غادي نحركهم وغادي نوضعهم على نار كتكون متوسطه حتى كيغلاو شويه باش هكذا هذوك القشور ديال الحامض كتطلق لنا دوك الزيوت اللي فيها. ها هما كيسخنوا على النار. هنايا كناخذ 2 بيضات كنضيف عليهم السكر وايضا الملعقه ديال النشا وكنحاول نطربهم جيدا مع بعضياتهم حتى ما كتبقاش عندنا اي كويرات وكنحسوا بداك السكر سايده بانها دابت. الا كان عندكم السكر الناعم يمكن لكم تخدموا به يكون احسن باش هكذا كيسهل عليكم يذوب بسرعه مع البيض. وها هو الحامض غلا لينا مع القشور ديال الحامض، العصير ديال الحامض مع القشور ديال الحامض هما غلاو مع بعضياتهم.
صافي هنايا كنجيب واحد الصفايه وكنحاول نصفي دوك القشور من العصير ديال الحامض، باش هكذا كنحطوه فقط بالعصير اللي كيكون يعني صافي ما فيه حتى شي شوائب. وفي يعني في هذه المرحله راه حنا استفدنا من هذوك الفوائد، وايضا دوك الزيوت الطياره اللي كتكون عندنا في القشور ديال الحامض، وايضا المذاق ديالهم. فما كاينلاش نخليوهم مع الكريمه، كنصفيوهم على هذا الشكل ومباشره. والخليط الاول كنخويو عليه الخليط ديال الحامض وكنطرب الكل جيدا، وكنوضعهم في الكاسرونه كيف ما تلاحظوا معايا، ومباشره غنوضعهم على نار اللي كتكون متوسطه، وكنبقى عليهم بالتطريب المتواصل. يعني ما تغفلوش عليهم، خاصه بالنسبه للبنات المبتدئات بالنسبه لهذا النوع من الكريمات اللي كيكون فيهم النشا. فملي كتوضعوهم على النار كتبقاو كتحركوا حتى كيصبح لكم القوام ديال الكريمه يعني يبدا لكم كيعقد. هنا كتحبسوا من كتزولوه من فوق النار صافي كيصبح ناجي على هذا الشكل، ما فيه اي تكتلات. كنضيف ديك الزبده وكنحركها حتى كتذوبنا بديك الحراره ديال الكريمه، كنخليوهم على جنب. بالنسبه لا كريم شونتي فعندي قرابه 400 ملي اللي وضعتها في هاد الطاسه ووضعتها في الثلاجه او المجمد باش هكذا كتبرد ليا جيدا هي والماس، باش مني نبغي نطلع الكريم شونتي ديالي كتوجد ليا بسرعه وكتجي ناجحه. فهنايا كنطلع الكريمه كيف ما كتلاحظوا معايا على هذا الشكل حتى كنتحصل على كريم شونتيي. بالنسبه للكريمه السائله فكتستعملوا باي ماركه كتفضلوا. الا ما كانش متوفره عندكم يمكن لكم تخدموا بالعلبه اللي كتحتوي على 110 غرام من بودره الكريم شونتي مع القليل من الحليب قرابه كاس بقياس كاس العنبه، كتطلعوها حتى كتحصلوا على كريم شونتيي. هنايا وضعتها في الجيب الحلواني باش هكذا كتساعدني نخدم بها بسرعه وكتجيني الخدمه مزيانه. فالكيك جينواز ديالي هي هذه من بعد ما طابت خليتها حتى بردات تماما، ما خليتهاش ليله كامله وانما خليتها الجهد اللي بردات فيه مزيان. والوقت اللي انا راني حضرت فيه الكريمات صافي كنزول هذيك الطبقه اللي كتبقى من الفوق من بعد ما كتبرد لنا الجينواز، فكتكون لنا واحد الطبقه كتكون يعني بحال مكمشه، فكتزولها من الاحسن باش هكذا يجيكم منظر زوين في الجينواز ديالكم. ومن بعد كنحاول نقسمها على زوج. الا بغيتو تقسموها على ثلاثه فكيبقى لكم الاختيار. انا غير ما خليتهاش بردات بزاف باش هكذا تجيني ناجحه اكثر وتجيني مزيانه، قسمتها على زوج. اما كون خليتها بردات ليله كامله فغنقسمها على 3 طبقات وغتجيني مزيانه حتى هي. ولكن نظرا لانني يعني حضرت هاد الطورطه يعني في وقت قصير نظرا للتصوير فحاولت نقسمها على زوج. ولكن نتوما لو تقسموها على 3 فكيبقى لكم الاختيار. صافي هنايا كنجيب ديك السيبوره كيف ما لاحظتوا حطيت عليها الجينواز باش نقدم الحلوه ديالي، وسقيت الطبقه الاولى بالسيرو اللي كنكون صنعته يعني غير من كاس ديال الماء ونصف كاس من السكر. صافي سقيتها جيدا. المهم نتوما عينكم ميزانكم. صافي وعد انا غنوضع واحد الطبقه من لا كريم شونتيي، نحاول نوضع طبقه تكون متساويه، نسولها الوجه ديالها كيف ما كتلاحظوا معايا بالسباتول. ومن بعد ما غادي نسوي على هذا الشكل غادي نوضع طبقه من كريمه الحامض. واحد الملاحظه، يمكن لكم الا بغيتو تخلطوا لا كريم شونتيي مع الحامض يعني تضيفوا واحد نص كميه من هذيك الكريمه اللي حضرنا ديال الحامض تضيفوها على لا كريم شونتيي وتخلطوهم مع بعضاتهم وتخدموا بها. كيمكن لكم ايضا، انا فضلت ندير هذه الطريقه وانتم كيبقى عينكم ميزانكم. المهم الخطوات ديال تحضير الكريمه وايضا الجينواز فهي واضحه قدامكم، والطريقه ديال الخدمه فكتختلف من شخص الى اخر. صافي هنايا وضعت واحد الطبقه كتكون يعني لا باس بها من الكريمه، كنحاول نسويها على هذا الشكل. صافي وكناخذ هاد الطبقه اولا القطعه ديال الكيك كنسقيها من هاد الجهه، هاد الجهه اللي غادي نوضعها مباشره على الكريمه، فكنحاول نسقيها باش هكذا ما تجينيش ناشفه.
يمكن لكم تسقيوها يعني شي مشروب غازي الا بغيتوش تحضروا السيرو اولا القطر، وكان عندكم مثلا مشروب غازي يمكن لكم تخدموه ايضا، فحتى هو كيفي بالغرض. صافي هنا كنوضع هاد الطبقه يعني غير بلاتي وبالخاطر حتى كنوضعها على هذا الشكل، وكنعاود ثاني كنسقيها من هاد الجهه العليا، كنسقيها مره اخرى بالسيرو. صافي ملي كنسقيها كنعاود ثاني ندير طبقه اخرى من الكريمه، هنا كنسولها الوجه ديالها كيف ما كتلاحظوا معايا، ومباشره كنوضعها انا وضعتها في المجمد تقريبا مده 20 دقيقه حتى تماسكات ليا الكريمه جيدا، باش هكذا ملي نبغي نزول هذاك الاطار اولا المول ما تخسر لياش وكتكون الكريمه متماسكه. عاد باياش غادي نرجع معكم من بعد ما كتماسك ليا الكريمه باش نزينها التزيين النهائي. هنايا من بعد مرور 20 دقيقه تقريبا صبحات لي الكريمه متماسكه. كنحاول ندوز واحد السكين من الجوانب وعاد باش كنزول الاطار، وهذا هو الشكل اللي كنتحصل عليه ديال الطورطه ديالي اولا الكريمه. كناخذ القليل من الكريمه وكنحاول ندوزها من الجوانب باش هكذا نزينها بالرقائق ديال اللوز من بعد ما يعني حمرتهم واحد شويه، يعني حمصتهم واحد شويه في الفرن. كشيء من التزيين يمكن لكم تستعنوا بشوكولا فيغميسيل اولا اي نوع من الشوكولاته كتفضلوا نتوما، الوان اولا رقائق ديال الكاوكاو اولا اللوز اولا الكاوكاو المهروش حتى هو كيفيه بالغرض. المهم بالنسبه لهذا التزيين تاع الجوانب فكيبقى اختياري، الا ما كانش متوفر عندكم كاع باش تزينوها من الجوانب فيمكن لكم ديروا واحد الكميه تكون يعني معقوله من الكريمه وتدوزوا بواحد الشوكه اولا فرشيطه من الجوانب، هكذا كتعطيكم واحد الشكل زوين. صافي هنايا كنعمل هذوك الوريضات كيف ما لاحظتوا معايا بالكريمه، وديك الكميه اللي تبقات عندي من كريمه الحامض كنصبها في الوسط على هذا الشكل باش هكذا كتعطينا غابيل بان هاد الطورطه المذاق ديالها من الحامض. وهنايا عندي القليل من غاناش الشوكولاته اللي ذوبته، يعني القليل من الشوكولاته الاسود ذوبته مع الكريمه السائله. صافي وضعت هاد الخطوط اولا دوائر على هذا الشكل، وبالاستعانه بواحد التيج كنحاول نوضع هذا الشكل ديال الملفي، وبهذا الشكل كتصبح الطورطه ديالي جاهزه. كنتمنى ان شاء الله اعجابكم، تجربوها وتردوا عليا الخبر باللي كنقول لكم السلام عليكم وفي امان الله الى حلقه قادمه ان شاء الله.